في مثل حلو قوي بيقول do one thing forever but do something new every day. لافندر أول مرة هتكون عبارة عن كل حاجة غريبة بنجربها لأول مرة، أو حاجة احنا مش متعودين عليها أو مش متعودين نحطها على بعض. الدنيا حوالينا مليانة ثقافات غريبة وحاجات جديدة مش ممكن هنكتشفها لو ماشيين بنفس النمطية اللي ماشيين بيها كل يوم. لو حاولنا ندي فرصة لنفسنا نجرب كل يوم حاجة جديدة، زي إننا نجرب في أكلنا أو نغير طريقة لبسنا أو الناس اللي بنقابلهم كل يوم، هنكتشف في نفسنا حاجات ما شفناهاش قبل كده. ممكن الدنيا تظبط شوية ونلاقي نفسنا بنحب الحاجات دي، أو ممكن ما تظبطش خالص، بس مهم إننا جربنا. عارفين إحساس لما نبدأ حاجة جديدة وبتطلع حلوة من أول مرة؟ هو ده بالظبط اللي هنعمله في السيريز الجديدة، بس دي مش هعملها لوحدي، هتعملوها معايا. ابعتولي الحاجات الجديدة والغريبة اللي انتوا جربتوها، أو منتجات أو أماكن جديدة، أو حتى حاجة جديدة اتعلمتوها أو اكتشفتوها، وابعتولي ايه الحاجة اللي عملتوها لأول مرة وطلعت حلوة. لافندر أول مرة بجرب الجزر البنفسجي. كلنا متعودين لما بنشتري جزر على لونه البرتقاني. مرة شفته في الشارع بيتباع مع البنجر واللفت والفجل، وجالي فضول أجربه وأقرأ عنه وأشوف فوايده زي الجزر العادي ولا مختلف عنه شوية. جربته مع السلطات، كان طعمه حلو جدا بس ما كانش مسكر زي الجزر العادي. جربته ني مع الحمص وطلع طعمه حلو قوي. لما قريت عنه عرفت ان هو الاصل كان الجزر لونه بنفسجي، وبعدين بقى الجزر لونه برتقاني. وفي ابحاث بتقول ان هو في ضعف الكمية من الالفا وبيتا كاروتين عن الجزر العادي. نسبة السكر فيه اقل من الجزر العادي، فممكن مناسب جدا للناس اللي ماشية على اللو كارب. قولوا لي لو جربتوه قبل كده. انا جربته مرة ومش هتكون اخر مرة. لافندر اول مرة بجرب قرنبيط البنفسجي. من زمان كنت بشوفه في الفيديوز وكان نفسي جدا اجربه، لحد ما اخيرا شفته في مصر في جورميه. قلت اجربه واشوف الفرق بينه وبين القرنبيط العادي الابيض. لما دورت عليه الفرق بينه وبين القرنبيط الابيض، لقيت ان القيمه الغذائيه تقريبا هي ما عدا حاجه واحده بس زياده في القرنبيط البنفسجي. في مضادات اكسده زياده اسمها انتوسيانين، ودي اللي مدياله اللون بتاعه. قلت اجرب، هعمله وصفات. قطعته وسلقته زي القرنبيط العادي، بس لونه اتغير من اللون الحلو ده للون ده. بعدها عرفت ان مينفعش نسلقه لانه بيفقد قيمته الغذائيه اللي هي مضادات الاكسده اللي بتكسبه لونه. لما جربته ني مع السلطات طلع طعمه حلو جدا وكرانشي، وما فيهوش مرارة زي القرنبيط الأبيض لو اتاكل ني. جربت أعمله بطريقة تانية، وهي إني أشويه مع ربع كوباية شوربة، احتفظ بلونه وطلع طعمه حلو قوي. قولولي لو جربته ولا لأ. أنا جربته مرة ومش هتكون آخر مرة. لافندر أول مرة جربت الليتشي، واللي ما يعرفهاش دي فاكهة بتتزرع في الصين، طعمها تروبيكال شوية. ما كنتش عارفة بتتاكل ازاي ولا طريقة تقشيرها، لحد ما اكتشفت واحدة واحدة وعرفت ان هي طعمها احلى بكتير قوي مما تخيلت. حسيت ان طعمها قريب من الفراولة او الكيوي. جربتها بكذا طريقة. اول طريقة اني كلتها كده لوحدها، جربتها مع جرانولا وزبادي وبذور شيا، كانت حلوة قوي على الفطار. لما شفت فوائدها عرفت ان فيها فيتامين سي وحديد، فهي حلوة جدا للناس اللي عندهم انيميا. انا من الناس اللي بيحبوا الفاكهة على السلطة عادي، فجربتها على السلطة مع بيبي بنجر وخس وخيار ودريسنج من زبادي. طعمها كان حلو جدا. عرفت كمان انها مفيدة لصحة العظم والبشرة والشعر. جربتها مع سبانخ وزبدة فول سوداني وبرتقان وموز، وطلع طعمها تحفة. قولولي لو جربتها قبل كده او جربتوا فاكهة شبهها. لافندر اول مرة بجرب الفواكه دي مجففة. كلنا متعودين على المانجا والبطيخ كفاكهة مليانة مية، بس جربت المانجا المجففة من نبات، تنفع سناك حلو قوي، بالذات انها ممكن تقعد فترة طويلة جدا. وبعدين جربت البطيخ وطلع طعمه احلى بكتير مما توقعت. والفرق بين الفاكهة المجففة وسلطتها الأصلية هو تركيز المية وتركيز السكر. قولولي لو حابين الفكرة. أنا جربتها مرة ومش هتكون آخر مرة. لافندر أول مرة بجرب البلاد أورنج. لما جربته كان في شهر فبراير، مختلف عن البرتقال العادي في لونه، وإن طعمه حلو أكتر، قريب من الراسبيريز. فيه فيتامين A و C، ممكن نشربه عصير أو نحطه في وصفات زي السلطة مثلا. قولولي جربتوه ولا لأ. أنا جربته مرة ومش هتكون آخر مرة.